النهارده هنعمل مع بعض سميد الأفران الجميل دوت. حلو قوي في معاكي في فطار في عشاء، وطبعا عشان تروحي تجيبي من الفرن آه يعني كام واحدة من دول كده يكفوا 3 4 تنفار، هتدفعي لك مش أقل من 30 40 جنيه. احنا عايزين نوفر زي ما اتفقنا، فاحنا هنعمل مع بعض النهارده كل الكمية ديت اللي انتوا شفتوها، وفي كمان ضفاير هوريها لكم. كل ده هنعمله بثلاث كوبايات دقيق وبس، ولا هنحط زبدة ولا هنحط بيض ولا هنستخدم حاجات غالية أو مكلفة. حتى الزيت اللي هنحطه هو كمية بسيطة جدا هتعمل لنا الكمية الحلوة قوي ديت اللي هتكفيكوا. وطبعا نص كيلو، يعني 3 كوبايات دقيق حوالي، يعني هي أقل من نص كيلو. 3 كوبايات حوالي نص كيلو إلا حاجة بسيطة قوي. وطبعا ده يعني التكلفة قليلة جدا. هنعمل مع بعض، شايفين الجمال السميد بتاع زمان؟ فاكرين سميد وبيض وجبنة والحاجات ديت، أو تاكليها مع دقة؟ هنعملها مقرمشة وهنعملها طرية سهلة قوي. أول حاجة هنجيب البولة بتاعتنا وهنحط فيها 3 كوبايات دقيق، طبعا احنا نخلينهم ومجهزينهم زي ما اتفقنا. 3 كوبايات دقيق بس. طبعا عايزة تكتري الكمية انت حرة، ضعفي الكمية زي ما انت عايزة. انا كنت هحطها في العجانة بس قلت لا عشان اوريكم ان عجنها سهل قوي. وهنا كمان حطيت عليهم 3 معالق سكر، وهنحط عليهم معلقة خميرة فورية صغيرة مش كبيرة، وحطينا كمان معلقة لبن بودرة وربع كوباية زيت، يعني حوالي 3 معالق، يعني مش كتير خالص. هنقلب بقى كده شوية ومجهزين جنبنا كوباية فيها مية دافية. أهم حاجة المية تبقى دافية عشان الخميرة تشتغل معانا. وهنبدأ نحط منها على الدقيق ونقلب. أنا كنت مجهزة كوباية، هي خدت حوالي نص كوباية مية. الكوباية دي كبيرة على فكرة، مش الكوباية اللي هي 200 ملي اللي بنشرب فيها الشاي، لا دي كوباية أكبر. يعني قولي حوالي كوباية إلا ربع من كوباية الشاي العادية. هنقلب بقى كده ونفضل نقلبها الأول نشربهم، بعدين نبدأ نعجن بالإيد. هي سهلة خالص، مش بتاخد وقت خالص والله يا جماعة. أنا كمان ما كنتش عارفة أتحكم في العجين أوي لأن أنا إيدي كانت متعورة، بس برضو إيه، ما خدتش مني وقت يعني. هنلمها كده واحدة واحدة، وما نكترش مية عشان العجينة ما تنشفش مننا. بس كده هتبدأ نلمها زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا لحد هنا، لايك وشير وتعليقكم الحلو بقى عشان الكل يستفيد. شايفين العجينة جميلة قوي ازاي وطرية ازاي؟ هي بتلزق حاجة بسيطة جدا، يعني انتوا شايفين هي مش بتمسك في ايدي ولا حاجة، بس هي مش ناشفة. هندهن بقى البولة بتاعتنا نقطتين زيت كده كويس، وهننزل فيها العجينة، وهنحط برضو نقطتين زيت على الوش ونمسحها كده بس. ونبدأ نغطيها بالاستريتش راب، او لو عندك كيس تلاجة افتحيه وحطيه عليها وفوقيها فوطة. المهم ان احنا نغطيها كويس قوي ونحطها في مكان دافي. انا هنا اهو هحطها واغطيها بالاستريتش راب كويس قوي، وبرضو هحط عليها فوطة وهحطها على جنب حوالي من ساعة لساعة ونص، خصوصا ان احنا في الشتاء. طبعا لو في الصيف مش هتاخد نص ساعة معاكي ان هي تخمر، لان احنا اصلا مش بنخمرها قوي، احنا بنسيبها بس ترتاح. آه يعني مش هتخمر قوي لان احنا اساسا حاطين فيها معلقة خميرة صغيرة، مش حاطين كتير لان احنا مش عايزينها تعلى قوي. بس احنا حطينا هنا حوالي ساعة. هي برضو ارتفعت شوية اهي، هوريها لكم. حجمها طبعا اتغير، بس مش ما ملتش البولة زي ما احنا متعودين. اشيلها بقى، اخرج الهواء واشيلها احطها على المكان اللي هعجن فيه، وهقسمها نصين علشان ما اشتغلش فيها كلها مرة واحدة. بس ادهني المكان اللي هتشتغلي فيه او المفرش زي ما انا بعمله كده، هدهنه بزيت علشان ما تلزقش معايا. وكمان المردانة او النشابة اللي هتشتغلي بيها ادهنيها زيت عشان ما تلزقش فيها العجين، لان اول ما حطيتها من غير ما لزقت فيها العجين. ونبدأ بقى نفرد كده بسمك حوالي نص سنتي او يعني سنتي الا حاجة بسيطة، يعني نخليها رفيعة خالص. وهنبدأ نقطع كده من الجناب نساوي، لأن أنا عايزة شرايط مربعة صغيرة. دي طريقة التشكيل، انت ممكن بقى تشكليها زي ما انت عايزة. وهنبدأ نقطعها كده بالطول. كانت طبعا بتلزق شوية في القطاعة، وبعدين انا دهنتها زيت. بصوا المنظر بقى عاملة ازاي.
وبعدين خلصتها كده خالص وهوريكم هنعمل ايه. نحاول يعني الشرايط تبقى قد بعضها شوية. هاخدهم بقى ابرمهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده، واعملوهم كده كلهم مرة واحدة يعني. انا خدت نص العجينة عملتها زي ما انتوا شايفين كده وبرمتها كلها مرة واحدة عشان لما اجي اشكل محتاجش كل شوية اقطع وابرم اهي. جبت بقى الصاج بتاعي ودهنته زيت، وهبدأ أشكل. ده المربع اللي أنا عملته، المربع الكبير كان شكله حلو جدا. وكمان أنا لأنه كنت مقطعاه رفيع فقرمش، كان مقرمش قوي وكان في منتهى الجمال بصراحة. التانيين المدورين كان حجم يعني أتخن سنة صغيرة، فكانت طرية شوية زي السميط اللي بيتباع في الشارع ده أو في الفرن. كان حلو قوي برضو، يعني تقدري تعملي منها الرفيع ده شرايط كده وتعمليه زي البقسماط، وفي نفس الوقت تقدري تعملي منها زي ما أنا شكلت كده. هي عجينة حلوة جدا، تقدري تشكليها بالطريقة اللي تريحك. أهم حاجة الأطراف بتاعتها تدوسي عليها كويس قوي زي ما أنا بعمل كده علشان ما تفكش في الفرن. شايفين أنا باتّك عليها من كل الأماكن اللي فيها، باحط العجينة فيها على بعضها علشان أتأكد إن هي ما تفُكِّش في الفرن أبدًا. دي مهمة جدًا النقطة ديّة. وبعدين هنحطها كده على جنب لحد ما نخلّص خالص، يعني ما ندخّلهاش الفرن على طول. هنركنها كده على جنب على ما أخلّص خالص، وبعدين أبدأ أكمّل تشكيل. دي المدوّرة اللي أنا عملتها برضه أنا كنت زي ما أنتم شُفتوا في الأول عملت صوابع طويلة أوي، وبعدين أبدأ أشكّل بقى منها الأشكال اللي تعجبني. دي عملتها السميد المدور دوّة، شكله حلو أوي برضه. ممكن تعمليه حجم أكبر من كده زي ما أنتِ عايزة. هنبدأ بقى نشكّلها. في المرحلة دي أنا كده فتحت الفرن، لإني عايزة الفرن يبقى سخن، وعايزة كمان اللي آخده من اللي أشكّله أحطه على البوتاجاز من فوق، بحيث إن هو ياخد من سخونية الفرن شوية، ويبدأ يخمر المرة التانية معايا أو يريّح شوية معايا، فأحس إن أنا أستغل الفرن وهو شغال. واعملي بقى الأشكال اللي تعجبِك. أهم حاجة تثبّتي العجينة كويس أوي من الجناب ومن النُص في الأماكن اللي هيلتقوا بيها مع بعض. حلوة جدًا وسهلة وموفّرة أوي، وما بتاخدش وقت خالص على فكرة، يعني حاجة بسيطة أوي. ده كده خلّصت أنا التشكيل دوّة، ما خدش منّي وقت خالص. هابدأ برضه أحطها على جنب علشان تريّح تاني حبّة، وبعدين هابدأ بقى دول عملتهم ضفاير. العجينة التانية اللي أنا ما كنتش لسه قطّعتها هي دي قطّعتها، بس قطّعتها أعرض وأتخن شوية لإني عايزة الضفاير تبقى سميكة شوية. أهي بالضبط كده. هنبدأ زي ما بنعمل الضفاير العادية، هنضفّر العجينة كده واحدة، واحدة. بس دي بصراحة دوّختني لإني شكّلتها على الصاج والصاج كان مدهون زيت، ففضلت تروح وتيجي معايا يعني في الصاج كده ضايقتني شوية. الباقي أنا شكّلته على المفرش بتاع العجين علشان ده يبقى أريح لي في التقطيع. هنا بقى دي بيضاية وعليها رشة فانيليا، هنرُبّها كده كويس وبعدين نبدأ ندهن بيها الوش. اللي مش عايز يدهن الوش بالبيض ممكن معلقة نسكافيه ومَيّة كده ونقلّب بيها هتدّينا برضه اللون الحلو والطعم الجميل برضه مش هتفرق. بس أنا باعملها بالبيض وعليه فانيليا ما بيبقاش فيه أي ريحة ولا أي حاجة. نعملها بقى كلّها كويس أوي. وادي الضفاير بتاعتنا أنا دهنتها، وهنرش بقى سمسم. عايزة ترشي حبة البركة، ممكن ترشي كمون حصى زي ما أنتِ عايزة. أنا هنا رشيت سمسم لإن إحنا بنحب السمسم جدًا. هي شكلها حلو أوي، 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 بجد فعلًا حلوة. وريحة العجين في البيت والخبيز دي بتحسي كده بتدّي لكل للبيت بركة وريحة حلوة جدًا. أنا باحبها أوي، أوي بجد. يعني اليوم اللي مش باعمل فيه حاجة كده للولاد أنا بابقى فعلًا متضايقة. أحط بقى السمسم كده، شايفين شكلها عامل إزاي؟ بجد تحفة، 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 تحفة. شيّروا الفيديو علشان كتير يعملوا وكلنا نستفيد بالوصفات اللي تقدر توفّر لنا خصوصًا في الفترة اللي إحنا فيها ديّة. كده خلّصته كلّه، هادخّله بقى فرن سخن على درجة حرارة
180 حوالي 20 دقيقة أو أقل من كده على حسب الفرن بتاعِك. جميل جدًا، جدًا. واو! شايفين اللون؟ تحفة، تحفة بجد. ريحته جبارة وطعمه حلو جدًا، جدًا. وشايفين شكله عامل إزاي؟ آآ أنا دخلت كده عملته كده بالراحة بالسكينة ديّة علشان أطلّعه. طبعًا هو مش بيبقى لازق أوي يعني بيخرج بسهولة زي ما أنتم شايفين كده. شايفين السِوَى؟ حلو أوي من تحت ومن فوق. أنا سوّيته شوية وبعدين لمّا أحمر من تحت وتمام، قُمت فاتحة عليه الشواية حوالي دقيقتين كده. اللهم صل على النبي، عظمة على عظمة. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لايك وشير وكومنت حلو كده، قولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. أنا رانيا من مصر. شايفين الطراوة؟ طعمه رهيب. حلو جدًا، جدًا. والسميطة التانية الكبيرة مقرمشة أوي، أنا كان نفسي أسمّعكم صوت القرمشة والله. حاجة بقى في منتهى الجمال، دي بُصّوا مقرمشة إزاي، حلوة أوي، أوي.